لو عايزة تعرفي أسرار نجاح البيتي فور بتاعك بأسرار المحلات ومكون واحد موجود في بيتك تقدري ان انت تستخدميه علشان يطلع كمان زي بتاع المحلات، وطريقة تشكيل سهلة جدا. خش معايا جوه الفيديو وانت تعرفي الأسرار. السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخ ريتال. النهاردة هنعمل البيتي فور الاقتصادي أو بيتي فور ال10 دقايق. معايا كوباية إلا ربع من السكر، معايا 250 جرام من السمنة أو الزبدة، متواجد عندك زبدة تقدري تستخدمي، متواجد عندك سمنة تقدري تستخدمي. ومعايا هنا بيضاية بدرجة حرارة المطبخ وعليها باكت من الفانيليا. هبتدي هنا الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة التلاجة، زبدة ساقعة مش بدرجة حرارة المطبخ، لا متماسكة. هقلبهم كويس جدا مع السكر، والسكر هنا اللي انا مستخدماه سكر بودر. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده اشتغل بالمضرب الكهربائي. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، بس بصراحة هتاخد منك وقت وتعب ومجهود وغلبة، فالمضرب الكهربائي بيسهل عليكي، وكمان بيخلي البيتفور بتاعك يطلع هش. وبصي بيقرمش كده، وحدة البيتفور تلاقيها دايبة لما بتضربي الخليط كويس جدا، والقوام بتاعه بيفضل، بصي كل ما بتضربي فيه القوام بيطلع فاتح معاكي. وتيجي تاكلي كده وحدة البيتي فور، تحس ان هي بصي بتدوب في البق، مش محتاجة ان انت تقطميها اساسا لانها حاجة كده دايبة. طبعا بنزل بالسبيتيولا بتاعتي كده الجوانب. طبعا شايفين القوام بتاع السمنة والسكر بقى هش معانا جدا. والبيض هنا دي معلقة خل كمان. وده المكون السحري بقى اللي بتوع المحلات بيستخدموه بصراحة، ومش بيقولوا لحد عليه. هو معلقة من العسل الأسود، معلقة من العسل الأسود علشان تدي اللون بتاع المحلات. طبعا احنا في البيت البيتي فور بتاعنا بيطلع أبيض كده، لأ في المحلات تحس ان البيتي فور بتاعهم كده بيبقى لونه ذهبي، فاللي بيدي اللون الذهبي هي معلقة العسل. وهنا بنزل ب400 جرام من الدقيق. طبعا الكوباية اللي انا مستخدماها ما بملاش الكوباية، انا بدي الخليط بتاعي دي زي ما هو عايز. يعني انت هتستخدمي نفس الكوباية اللي انت معايراها. الكوباية تمليها بالمعلقة، وما تدكيش الكوباية كده تخبطيها، لا تمليها بالمعلقة زي ما هي تاخد. ونزلت برشة من الملح، اقلب كل المكونات مع بعضها بقى بالشكل دوت. طبعا هنا عجينة المكنة بتختلف عن عجينة الكيس. يعني عجينة الكيس بتبقى طرية شوية، عجينة المكنة ممكن يعني ايه بتبقى قاسية، ان هي قاسية سنة صغيرة يعني. ممكن تزودي دقيق، يعني مثلا بدل يعني مثلا بدل ال400 جرام، يعني المكنة بتقللي، المكنة بتزودي في الدقيق، وبتدي الخليط بتاعك القوام بتاع المكنة بيختلف عن قوام الكيس. الكيس بيبقى القوام بتاعها ايه طري شوية، يعني علشان تبقى سهلة معاكي في الضغطة كده، ان هي تتشكل معاكي على طول. بالنسبة للمكنة بتبقى العجينة يعني الى حد ما بتبقى القوام بتاعها يعني سميك شوية. طبعا ده القوام اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ان انا اقلب بايديا كده. انا عايزة قوام العجينة بتاعتي طري، مش اللي هو طري قوي، لا يبقى فيها سنة تلزيقة. يعني ده القوام اللي هيتشكل معايا بمنتهى السهولة في القمع بتاعي في كيس الحلواني. طبعا ده القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. انا دخلتها التلاجة اتمسكت شوية. طبعا هنا تقدري تستخدمي انا هستخدم هنا كيس الحلواني، تقدري تستخدمي التيب ده، بس ده المقاس الصغير عندي فهيطلعه صغير قوي. انا هستخدم التيب دوت يعني موجود في كل البيوت. انا هنا بحب استخدم الكيس البلاستيك، كيس الحلواني البلاستيك. وبعد كده بحط في كيس الحلواني السيليكون. متواجد عندك ده حطي، متواجد عندك ده حطي، بس انا طبعا علشان الدهون وكده فببتدي ان انا احط في الكيس الحلواني دوت، وبرجع احط في الكيس الحلواني السيليكون علشان يسهل عملية ايه ان انا وانا بحط كده والبتفور بتاعي بيتقطع طبعا الدهون ما تزحلقش ايدينا. طبعا وانت بتحطي في كيس الحلواني ما بتحطيش الكمية كلها، لا بتحطي شوية بساط كده علشان تقدري ان انت تشكليها، والكيس يبقى خفيف كده معاكي في التشكيل زي ما انت شايفة كده. طبعا شايفين الشكل بتاعنا. تقدري بقى تغيري الفورمة اللي انت حباها او الشكل اللي انت حباه. ده بيتي فور سريع، تقدري ان انت طبعا لو عايزة ان انت تحشيه من الوجه بس تحشيه، عايزة تحشيه مثلا كل اتنين مع بعض تحشيه.
طبعا لو فكرنا نروح في الوقت الحالي نروح نشتري كيلو من بره، بصراحة الكيلو بره غالي جدا. يعني الكيلو اللي كنا مثلا بنجيبه ب80 جنيه، لا دلوقتي عدى ال100 جنيه، وعدى بصراحة يعني. وانت بقى يعني هنا ببضاية واحدة هتعملي بيتي سهل. الأولاد بتوعك يعني هيفرحوا بيه، وكمان طعمه حلو جدا، ومش هيختلف عن بتاع المحلات، بل يعني حاجات بسيطة. وطبعا التسوية بتاعته بيكون على نار هادية. شايفين شكل البيتي بتاعي مش فارش معايا، وطلع زي ما دخلناه الفرن. هو مجرد ان هو اخد التسوية واخد اللون الذهبي. الصاج بتاعي شايفين طلع معايا كمية قد ايه. شوفي احنا بقى لو رحنا جبناهم من بره هنروح نجيب دول بقد ايه. هنا طبعا تقدري ان انتي تشكلي. هنا انا هشكل هنا بمربى فراولة. وكمان لو حابة ان انتي تحطي صوص كراميل تقدري تحطي، حابة ان انتي تحطي نوتيلا تحطي. بصي اي حاجة متواجدة في بيتك تقدري ان انتي تحطيها. ممكن يتاكل لوحده كده والله العظيم من غير اي حاجة، كان طعمه حلو جدا. او تقدري مثلا ان انتي تحطي مربى فراولة، او اي نوع، اي حاجة متواجدة عندك. طبعا انا هشكل التشكيلة من فوق. تقدري ان انتي لو مش عايزة كده تقدري ان انت تحطي المربى في النص، وتقدري ان انت تشكليهم تلزقيهم في بعض كده. وطبعا لو انت حابة تحطي صوص شوكولاتة بالشكل دوت، او تغطيه في الشوكولاتة البيضة طبعا والفورماسيل والحاجات دي. بس احنا عايزين حاجة كده كاكاواي، بنبقى قاعدين كده واحنا قاعدين في البرد، فمحتاجين اي حاجة سكريات كده في الفترة اللي احنا قاعدين فيها دي. الجو برد، فبنبقى عايزين حاجة لذيذة ناكلها طبعا. وتقدري في العيد تعمليه بنفس الطريقة. بجد كل اللي كله انبهر بطعمه. طعمه مختلف جدا عن اي بيتي فور احنا بنعمله. معلقة العسل مغيرة الطعم، فرق، عاملة فرق كبير في اللون والشكل زي ما انتم شايفين كده. طالع لونه تحفة جدا. ووحدة البيتي فور بتاعتنا مش فرشة، زي ما حطيناها زي ما يعني طلعناها. بجد طلع الكمية الكبيرة بتاعتنا دي. شايفين الكمية قد ايه؟ بجد بصوا مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. بجد شايفين شكله؟ شايفين كمان بعد التزيين يعني من 400 جرام دقيق وبيضاية واحدة بس طلعنا الكمية ديت. وكمان طعمه بيدوب جدا، حاجة كده حلو فاخر من الاخر بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. استودعكم في رعاية الله.